هلو هلو، معاكم مريم نبيل. حياتنا عاملة زي البازل، بنحتاج نجمعها عشان نشوف الصورة أوضح. ساعات بنتعطل واحنا بنعمل البازل، بس بيكون إحساس حلو قوي لما حد من أهلنا بيجي يساعدنا فيها ويدور معانا ويسيبنا احنا نكمل البازل ونوضح الصورة بتاعتنا. ده اللي احنا النهاردة هنتكلم فيه مع يوستينا. ازيك يا يوستينا، عاملة ايه؟ الحمد ايه لله. الأخبار؟ تمام. قوليلي، ايه المصايب اللي كنتي بتعمليها؟ مصايب في كتير قوي منهم. مرة ولعت في السفرة. ماشي. امم كنت بحب ألعب بالولاعات فنزلت تحت السفرة ولعت في يا السفرة. لهوي. ماشي. آه. بعدين ماما جت بقى. هي أول حاجة في دماغها أنا هشوف أنا هي كويسة ولا لأ. اه. ماشي كويسة. تمام يلا بقى تعاليلي. هي عملت ايه بقى؟ تعاليلي بقى. هو رد غريب قوي بس هي كانت ماسكة ازاز كده ولسه بقى هتفتح لي براسي. يعني ايه هي بتهددني كده لو انت عملتي مصيبة تمام بس هي كانتش بتعمل كده. اوكي. بعد كده يعني بابا دايما بيبقى الطرف اللي هو ايه اخر العنقود دلوعه وكده فخدني بالراحة كده اتكلم معاكي. اتكلم معايا قال لي ايه اللي انت عملتيه ده ومش عارفه ايه وكده وهدى ماما وقال لها طبعا انت عارفه انه ما ينفعش تلعبي بالولاعات وكده كنت صغيره قوي بس الموضوع عدى. اوكي، طب لما كبرت شوية ايه المصايب التانية اللي حصلت؟ لما كبرت اكبر شويه مش كبرت قوي. امم كان اول موبايل يجيلي انا مش عارفه هو اتسرق ولا ضاع ولا ايه بالظبط يعني بس هو غالبا انا سبته فاتسرق. بس انا ما اوكي. لحقتش ما عداش وقت يا يعني جماعة، يعني هو ايه اللي حصل؟ عشان برضو ما كنتش كبيره قوي. فرحت لهم البيت معيش الموبايل وانا اصلا الموبايل ما عداش عليه اسبوع. يعني عملوا ايه بقى ساعتها؟ هم اتصدموا كده هم ساكتين هم مش عارفين يعملوا ايه. امم تمام حسوا ان هو ايه احنا اديناكي يعني حاجه انت كنت صغيره عليها يعني احنا كنا فاكرين ان انت اكبر هتعرفي تحافظي عليها. حسيت بقى انا كده ضايقتها قوي. ففضلنا حبه كده ايه عشان يعني بعد الموبايل ان انا احاول اثبت لهم بقى لا انا اكبر انا كبرت لا انا بحاول اذاكر بحاول اعمل حاجات كويسه يعني يشوفوها. فالموضوع عدى. اوكي، يعني هما ساعتها ساعة المشكلة اتعاملوا معاكي ازاي؟ ساعتها ماما برضو زعقت وبابا هداني قال لي فداكي 100 موبايل ومش عارفه ايه. اوكي. بس ماما طبعا زعقت. هم بيعملوا ميكس وساعات بابا بيبدل يعني ساعات بابا بس بيزعق حد فيهم بيفهمك وحد بيشد شوية. هم بيبقوا يعني هم فاهمين برضو يعني مش بيرخوا خالص عشان انا امم احس ان انا كاني ما عملتش حاجه. وفي نفس الوقت مش بيشدوا عليا قوي اللي هو اقطع نفسي يعني. اه، ازاي معاملتهم ليكي أثرت فيكي لما كبرتي؟ لما كانوا وانا صغيره دايما بيكلموني عن ربنا او ان انا ازاي احب الناس او ازاي اكون بتعامل صح انه ايه صح وايه غلط. ممكن اكون وقتها ما كنتش فاهمه هم عارفين ان انا مش مدركه الكلام ده. بس هو كان بيبقى في دماغي دايما الاطفال الصغيره بتفضل فاكره الكلام مش بتعمل بيه ومش فاهماه بس اه هي بالظبط، حقيقي. بتفضل بالظبط يعني بفضل فاكره الكلام. لما كبرت بقى الكلام لسه في دماغي بس فهمته دلوقتي بقيت اعمل بيه. بقيتي مدركاه. بقيت اتعلم ازاي احب ازاي يبقى في خير ما يبقى يعني اي يعني طريقه تفكيري لما اجي افكر اقول لبابا يا بابا انا افكر في كذا كذا. امم يقول لي بيتكلم بطريقه ان هو ايه مفيش حاجه وحشه بره. الدنيا جميله والدنيا بسيطه قوي امم فتتعاملي بتفكري بطريقه تكون فيها خير. ايه الحاجات اللي لما كبرتي بقيتي مدركاها اكتر؟ بقيتي فاهمة إنه في فرق ما بين زمان وما بين دلوقتي؟ بقيتي فاهمة هما كانوا بيتعاملوا ليه كده أو بيزعقوا في الحتة دي ليه كده؟ مم. انا في الاول يعني اي حاجه يقولوا لي عليها لا 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 ما كانوش زمان يعني طبيعي وانتي طفله مش هيفهموكي. مم. انتي لا يعني لا. مم. ماشي بس لما كان حصل لي مشكله تمام كانوا بيقولوا لي على صحابي وكانوا بيقولوا لي على طباعي يعني كانوا بيقولوا لي مثلا لا دول مش شبهك. انت هتقعد يعني تتعاملي مع ناس تتعاملي مع كله بس حتى اللي هتبقي قريبه منهم يبقوا يبقوا شبهك. شبه. تمام. انا في الاول ما فيش حد بيشوف نفسه غلط هو حتى لو انت صغيره. صح. ماشي بس من كتر ما انا سمعتها منهم. ماشي او احنا خلاص احنا في محيط واحد احنا في بيت واحد. بيقولوا لي عيوبك كذا كذا لا انت شاطره في كذا كذا مش بيقولوا عيوب بس بصراحه بيقولوا انت كويسه في كذا شاطره في كذا. تمام. حتى لو ما كنتش فاهماها دلوقتي لما كبرت خدت بالي منها. طب اقول طب حتى لو انا مش شايفه نفسي كده ما هو كذا حد قال لي كده خلاص هحاول ان انا اركز فيها. تغيري الموضوع بعد واركز فيها. طبعا. فكانوا بيحطوا لي كده ايه اللي هو خط كده اللي انت بتعملي هنا وحش بتعملي هنا حلو ركزي على ده كملي فيه. بيلفتوا انتباهك يعني. بالظبط. اوكي. هي ده الحلو في كده. ساعة الثانوية العامة حد اختار لك أو أجبرك على حاجة والجامعة ولا أنت اللي اخترتي؟ لا خالص هو بس كان فارق معاهم ان انا اكون بعمل حاجه بحبها لان هم عارفين حتى لو بقيت مهندسه بقيت دكتوره بقيت اي حاجه مم. وانا مش بحبها مش هنجح مش ده النجاح يعني.
فلأ ما أجبرونيش على أي حاجة أنتِ اللي بالعكس. اخترتِ أنتِ عايزة تخشي إيه؟ أنا اخترت وساعدوني وأنا كنت باسألهم، كنت بابقى يعني باحب أشوف رأيهم لإن إمم، أنا عارفة إن هو كده، كده هيفيدني، عارفة إن هو كده، كده هيبقى ده فعلًا اللي أنا باحبه وهُم عارفينّي أكتر من نَفْسي، أوكي. شايفينّي من وأنا صغيرة وباكبر قدّامهم عارفينّي أكيد أكتر من نَفْسي. كنتِ أدركتِ إن هُم بيواجهوكِ عشان مصلحتِك يعني. أيوه بالضبط، هي دي النقطة كلّها إمم، أصلًا من كل التربية وكل الحاجات دي، إن أنا أدركت إن كل ده عشاني. أوكي. إمم. طَب إمتى اللحظة بالضبط اللي أنتِ أدركتِ إن كل ده عشانِك؟ مش عارفة بالضبط، بس في موقف خلّاني أوي أفهم. إيه بقى؟ مامتي تعبت أوي، جالها كورونا إمم، وهي كانت فترة صعبة أوي، بس أنا في الوقت ده حسّيت إن هي أنا المفروض عليّا واجب إن أنا اللي أبقى مامتها، أنا اللي أوكي. هاهتم بيها وأنا اللي هاخلّي بالي منها. فلمّا خلّيت بالي منها، ابتديت أشوف الحُب بقى، بقى في bond الحُب إنه إيه، أنا مش بس عشان أنتم بابا وماما وعشان إحنا في بيت واحد، فإحنا المفروض نحب بعض يعني، لأ هو أنا بقيت أفهمهم وبقيت أحس إن هي مش هاممها حاجة غير إن هي يعني أنا عايزة أبقى معاكم وعايزاكم تبقوا كويسين. أنتِ فهمتِ دوّة بس لمّا هي تعبت؟ لمّا هي تعبت ومع الوقت طبعًا في مواقف بتفهّمني، بس عملت لي زي صدمة ادّالِك كده دَلّة فوّقتني تانية أوي بالضبط. أوكي. طيب إزاي لمّا بتحصل مشكلة بتتفاهموا؟ على حسب نوع المشكلة، يعني هي لو مشكلة بسيطة هُم بيسكتوا، إمم. يالّا عيشي، عيشي وورّينا، إحنا أنتِ حلّيها يعني. هنتفرّج عليكِ كده وورّينا هتعملي إيه، إمم. تمام؟ لو مشكلة كبيرة بتبقى خناقات، خناقات بقى طول النهار خناقات، 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 بس الموضوع بيبقى صعب أوي. طب وبعد الخناقات؟ وبعد الخناقات بيبقى في كلام بالراحة، إحنا خلاص هنضطر إن إحنا نحلّها، فأنتِ هتضطري تهدي وإحنا هنضطر نهدى إمم. عشان نحلّها. أصل الخناقات دي عصبية، بعد العصبية بقى أكيد بيبقى في كلام، بيبقى في إيه كلام، الموضوع بيهدى. بس هو كان بيبقى صعب أوي، كانت بتبقى فترة رخمة، الفترة اللي هي أنتِ مش طفلة ومش واحدة كبيرة، أنتِ في سِن النُص؟ المراهقة الغِلِس إمم. ده، كان غِلِس كانوا أوي. بيعملوا معاكِ إيه في الوقت ده؟ هُم يعني أنا كان نِفْسي بصراحة إن هُم كانوا يبقوا فاهمين أكتر في الموضوع ده، لإن الموضوع ده بيحتاج أب وأم فاهمين أوي. إمم. هو بيسِن أصلًا أنتِ مش فاهمة حاجة، أنتِ في صراعات مع نَفْسِك، يعني سِن أنتِ ما بتبقيش فاهمة أوي أنتِ عايزة إيه في صراعات، طول كل الوقت حاجة. صراعات وضغط نَفْسي من غير ما حد يعمل لِك حاجة، يعني أنتِ مجنونة لوحدِك فاهمة؟ أيوه. فلأ، كان سِن صعب أوي بجد يعني، كان مُقرف. أوكي. طب فأنا كنت أتمنى يعني إن هُم كانوا يبقوا فاهمين، بس أنا كنت لمّا كبرت برضه قدّرت إنه ماما مثلًا هي اتجوّزت متأخّر، إمم. زمان كانوا بيتجوّزوا sorry بدري؟ بدري، بدري، إمم. فمتجوّزة صغيّرة، هي ما عندهاش الوعي إن هي تعرف تربّي أو أي حاجة، هي بس يعني حاولت اتجوزتِ تعلّمنا فخلّفِت فحاولت حاولت تعلّمنا تعلّمِك الحاجات البسيطة أوي، حبّوا بعض يا ولاد، مش عارفة إيه، الحاجات الأساسية يعني. اتعلّمي اعملي إيه في البيت، مش عارفة الحاجات اللي هي البسيطة أوي يعني. إمم. فقدّرت إن هي طبيعي ما تعرفش تتعامل معايا في السِن ده، أو إن هي تفهمني، أو إنه ده سِن مراهقة أنا مش بمزاجي، الزمن كمان متغيّر أوي، فهي مش الزمن. هتعرف تتعامل بنفس الطريقة. بس لمّا كبروا ولقيتهم هم من نَفْسهم يعني زي ما أنا باتعلّم اتعلّموا حاجات عملوها معايا، إمم. قدّرت بقى إن هم بيحاولوا، فاللي هو لأ أنتم بُصّوا اغلطوا براحتكم وأنا يعني زي ما أنتم بتستحملوني هاستحملكم، أوكي. بس. طب لمّا بتزعلي أنتِ بعيدًا مشكلة مع يوستينا مش مع حد من أهلِك أو كده، إزاي بيعرفوا يتعاملوا معاكِ أو بيعملوا معاكِ إيه؟ بُصّي، هو أنا مش دايمًا بابيّن زعلي، بس أوكي. لمّا بابيّن لهم عشان بابقى محتاجاهم إن هم يكونوا جنبي، أو هم لمّا بياخدوا بالهم في حاجة يا ستينا مش عارفة إيه، أنا في حاجة دي بالنسبة لي بتبقى لذيذة، مش لازم يعرفوا المشكلة تمام خالص، بس ييجوا يهزروا معايا، يطمنوا عليكِ، يضحكوني، يشوفوكِ. طب ما تيجوا نخرج، طب ما تيجوا نعمل حاجة، إحنا كلنا كده في البيت يعني مش أنا بس، هو أي حد بيبقى زعلان أو الmood مش لذيذ عمومًا، إمم. وإحنا النهارده مثلًا weekend وفاضيين وبتاع، طب يالّا نعمل حاجة، طب يالّا نشوف فيلم، طب يعني تعالوا بيشاركوكِ عمومًا في حاجة عشان يضيّعوا الزعل ده. أوكي. حتى لو مش هيعرفوها. حلو ده أوي. ولو عرفوها يعني أو هي مش الفكرة لو عرفوها، لو أنا قُلتها عشان يعني أنا زي ما قُلت لِك مش بابيّن مش دايمًا، بيبين. إمم. بيتكلّموا معايا وطَب شوفي هنحلّها إزاي، الموضوع يعني بيريّحني، بيساعدوكِ. مش بيفرق معايا أحِل المشكلة على قد ما هُم اتكلّموا معايا، حلو ده أوي. بيف ب بالاقي حاجة إيجابية قصاد حاجة سلبية، فبانسى الحاجة السلبية دي إمم. خالص. بُصّي أنتِ عندِك إخوات أكبر منِّك، ولد وبنت. مضبوط. قولي لي زمان كنتم بتتعاملوا مع بعض إزاي، وكنتِ بتعندي معاهم في إيه، ولمّا كبرتِ الدنيا اتغيّرت إزاي؟ طيب هي أولًا حاجة ميزة أوي ماشي، عشان إن يكون حد أكبر منِّك، يعني إخواتِك أكبر منِّك معاكِ في إمم. البيت مش أصغر، هيساعدوكِ أوي في إن أنتِ تبني شخصيتِك.
أو على الأقل هيخلّوني أقرّب من بابا وماما وأفهمهم. ده اللي أنتِ فهمتيه لمّا كبرتِ. أوكي، آه، وأنتِ صغيرة أكيد كنتِ بتعاندي معاهم. كنت باعاني معاهم في حاجات كتيرة أوي. أوكي، زي بس إيه مثلًا بقى ولمّا كبرتِ فهمتيه؟ زي يعني هي تقريبًا نفس يعني السؤال اللي قبله برضه، إنه أنا ما بابقاش فاهمة هو أنا المفروض أكلم بابا دلوقتي؟ يعني مثلًا دلوقتي أنا عايزة حاجة، مش إمم، عارفة هو متعصب والّا عادي والّا إيه؟ إمم، ماما محتاجة مثلًا حاجة، أنا مش عارفة دلوقتي هاعرف أفكس والّا هاعمل لها الحاجة، يعني خلّوني أفهمهم أكتر إزاي أعرف أتعامل معاهم، أوكي، فساعدوني في ده. أو إنه مثلًا أنا يعني أصغر واحدة، فشايفة كل مراحلهم قبلي، إمم، يعني شايفة كل مشاكلهم دي قبل ما تحصل لي أنا، أوكي، فحتى لو أنا ما مرّيتش بيها بس شايفاها نظري. استفدتيها منها. شايفاها نظري، فعلى الأقل مثلًا لو هُم غلطوا في غلطة أنا مش هاعيدها. إمم، تمام. إيه اللي اتعلمتيه من أخواتِك؟ المسؤولية، إنه يعني مثلًا أنا الفترة اللي ماما تعبت فيها دي، زي ما أنا كنت باحاول إن أنا أهتم بيها وكده، أختي كانت بتحاول تهتم بيّا. إمم، هي أصلًا كانت لسه متجوزة، أوكي، فما كانش عندها الوقت الكافي. هي ما كانش أصلًا في دماغها الموضوع ده خالص، هي بس إمم، كانت مركّزة معانا، فهي كانت لقيتها هي مامتي، وأنا مامة ماما، يعني الموضوع قلب كده بس كان لذيذ أوي. يعني الحاجات دي على قد ما هي كانت صعبة بس كانت بتبقى حلوة جدًا. كل واحد واخد باله من التاني. أوكي، آه، حلو ده. فاتعلّمت منها ده. أخويا ما كنتش بابقى فاهماه أوي، هو كتوم برضه ويمكن أكتر منّي، بس مثلًا كان بيورّيني حُبّه ده باللي هو إيه، طَب أنتِ هتعملي إيه النهارده؟ طَب أوصّلِك، طَب أسئلة كتير، طَب مين صحابِك، طَب أنتِ مش عارفة إيه. بيخلّي باله آه، بس بالطريقة بتاعته يعني. بالضبط. فأنا إمم، كنت في الأول باعند اللي هو إيه كمية الأسئلة دي، في إيه؟ يعني ما لهاش لازمة أصلًا، طَب أنت هتستفاد إيه؟ أنت عايز تمام. تعرف ليه. أنت هتستفاد إيه يعني؟ ماشي، وأنا مش مستفيدة حاجة فأقول لك ليه، إمم، كده إمم. يعني. بس بعد كده فهمت إنه لأ، يعني الحاجات دي بالعكس دي حلوة أوي، ده يا بخت اللي عنده كده. أنتِ بقيتِ مدركة إن الأسئلة دي عشان ياخد إمم. باله منِّك مش بقيت عشان أنا يضايقِك. بقيت أنا اللي أقول له بقى، وباتبسط أكتر أوي، أوي لمّا مثلًا أكون طفلة صغيرة كده، وييجي أخويا ويحكي لي حاجة مع صحابه مثلًا، أو حاجة مشكلة عنده، هو عارف إن أنا مش فاهمة حاجة. بتدّي له رأيك؟ بالضبط، أوكي. وحتى هو لو مش هيعمل بيه بس فاهمة، إحنا بيتكلّم اتكلمنا. معاكِ، صحاب إحنا يعني. مش هي الفكرة مش إن أنتِ تحلّي مشكلة وتتكلمي في المشكلة أصلًا، الفكرة إن أنتِ بيحصل connection ما بيننا وبيبقى في bond كده ما بيننا. أوكي. تمام. ونفس الفكرة بابا برضه كان بيعملها، ييجي يقول لي المشكلة. وده حصل برضه مع ماما لمّا تعبت، وأختي برضه في جوازها، اللي هو جواز إيه أنا لسه طفلة ولسه إمم. باذاكر، كانت بتقول لي طَب أعمل إيه، طَب أختار إيه مثلًا في البيت أو كده. بتاخد رأيك يعني. آه، يعني أنتم بقيتوا صحاب أكتر من بس فكرة العيلة، بقيتوا كمان صحاب، فبقيتوا بتحكوا لبعض حاجات بالضبط. مش مهم أنتم هتحلوها والّا لأ، صح كده؟ أيوه، هي حاجات شخصية أوي مش لازم العيلة إن هي تكون مركّزة فيها، إمم. تمام، بس إحنا بنقولها. بتتكلّموا وبتشاركوا إمم، بعض. بالضبط. شايفة إزاي ممكن حد يستوعب طريقة أهله حتى لو مختلفين؟ بإنه يسأل نَفْسه هُم ليه بيعملوا كده، ويبدأ يفكّر، إمم. إن أنا آخُد جنب كده مع نَفْسي، كنت باعملها بالليل كده إيه، آخُد جنب مع نَفْسي، إيه اللي حصل بقى، مين اللي غلطان، تمام. فهي أول ما الطفل يبتدي ياخد الstep دي ويبدأ يكلّم نَفْسه، هيبدأ يفهم نَفْسه ويفهم اللي حواليه، يقدر يتعامل مع ده، وهيشوف إيجابيات كتير أوي في حياته، إمم. تمام، تخلّيه يعرف يعني السلبيات دي برضه إيه، مش يعني هتغنيني الإيجابيات هتغنيني عن السلبيات، يعني مش هتفرق معايا. أوكي. يعني يحاول يقعد مع نَفْسه ويشوف فكرة طب إحنا بنتخانق ليه أو فين المشكلة. أو نروح نتكلّم، يالّا أنا مش فاهمة أنا عملت كده ليه، فهّموني، أنا فعلًا كنت باعمل كده ساعات هي الفكرة دي تقرّب وجهات النظر شوية. وأنا إمم. كنت باعملها مع ماما، إمم. إنه أنتِ لأ، أنتِ مش هتعملي كده، طَب ماشي، أنا مش هاعمل كده، واتخانقنا وخلاص وخلّصنا وأنا مش هاعمل اللي هي قالته، بس هافضل بقى أزِن وراها، إنه فهّميني ليه، عايزة أفهم إمم. ليه، فهّميني كلامِك، أنا كده، كده مش عملتها، ما عملتهاش خلاص، بس فهّميني. تمام. وهي يعني بعد ما باطلّع عينها وكده بتفهّمني بقى عشان كذا، 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 حتى لو هي بتقولها بطريقة متعصبة، بس أنا في دماغي إن أنا عايزة آخُد الجملة دي أفكّر فيها. إمم. حتى لو مش في وقتها عشان برضه أعرف إنه إيه الموضوع ما حصلش حتى غصب عني، فاهمة؟ أنا كنت أيوه. عنادية وكده، فأفهم ده ليه حصل. أوكي، بس برافو عليكِ يعني إن أنتِ بتقعدي مع نَفْسِك تفكّري ده أصلًا حَل إنه تلاقي مشكلة. هي ما جاتش بالسهولة دي، بس هو اللي خلّاني في الحوار ده يعني يكون أحسن، موضوع المراهقة ده، عشان هو فعلًا كان صعب أوي، وبيحتاج أب وأم فاهمين أوي، ويعرفوا يتعاملوا، ويفضلوا لازقين في الشخص، مش لازقين إن هُم يحكوا له. يرخّموا عليه آه، يعني قصدِك إن هم يحاولوا يشاركوه أكتر، صح؟ صح، إن هُم يبقوا مركّزين معاه في كل حاجة، لأنه بيبقى أكتر فترة محتاج فيها أب وأم. إمم. إزاي من وجهة نظرِك الأب والأم طريقتهم بتأثّر في الأبناء لمّا بيكبروا in general مش بس عليكِ أنتِ؟ إمم.
هو حاجات كتيرة أوي أنا كنت باشوفها في البيوت اللي حواليّا أو إنه إمم. صحابي يعني أو كده. وعلى فكرة دي كانت بتخلّيني أعرف المميزات اللي عندي، أوكي، يعني حلو. فكانت بتعرف تخلّيني باعرف منها الحاجات الكويسة اللي بتحصل عندي أو الحاجات الوحشة، إيه ناقصني، إيه زيادة عندي، إيه هو ده المفروض يحصل. زي إن هو في ناس كتير أوي في بيوتهم لمّا بيحصل مشاكل هي دي اللي بتأثّر عليهم بعدين، يبقى عندهم مثلًا trauma في كذا، عندهم عقدة في كذا. خايفين يتجوّزوا. آه، إمم. صحتهم النفسية ما بتبقاش تمام. إمم. فهو أصلًا أساس الشخص كُلّه بيبقى صفاته بكل حاجة يعني طباعه بتبقى مبنية على أنت عِشت إزاي وأنت صغير. إمم. تمام. إمم. حاجات منها زي إنه ساعات الولد أو البنت وهُم صغيرين الأهل يقولوا لهم اعمل كذا، ما تعملش كذا، هُم بيلغوا شخصيته أصلًا، بيقعدوا يكرروا له. مش بياخدوا رأيه، ما مش أنت هتعمل كذا، حتى وهو كبير، إمم. حتى وهو كبير بيبقى رايح أنا هاعمل إيه. بيبقى أنا اتعوّد أصلًا خلاص إن أهله يكرروا له. هو اتعوّد إن حد يقرر له، فهو مش إمم. عارف إن هو يقرر. آمم، تاني كان إيه برضه، لمّا بيكون البيت فيه خناقات كتير too much وبين الأب والأم بالذات، يعني إمم. مش الطفل أو الطفلة مش فرد فيها، بس شايف أبوه وأمه اللي هُم بالنسبة له دول idol أو كده، بيتخانقوا طول الوقت. تمام. أوكي. وخصوصًا لو المشاكل بقى باينة، يعني لو في مشاكل ما أو في بينهم. غلط كمان إمم. الموضوع بيبقى سيء لإن هو بيكبر بيبقى بيتعامل بنفس الطريقة. بالضبط، هو بيبقى فاهم إن ده الطبيعي إن هُم يتخانقوا. ماشي، فلو كمان لمّا بيكون عارف المشاكل بتبقى أوحش، إمم. لإنه أي غلطة يعني أي غلطة الأب والأم عملها هو هياخدها. هو طبيعي إن هُم يغلطوا، بس مش طبيعي إن هو يبقى كل ده قدّامنا وإحنا صغيرين. قدّام. آه. ماشي، لإنه هناخده ونفتكر إن ده العادي وإن ده أحسن حاجة كده. يعني أنا مثلًا كنت باشوف المشاكل دي لمّا كانت بتحصل عندي في البيت، إمم. كانت تبقى دايمًا بتتحل بعدها، يعني أيًا كانت المشكلة عاملة إزاي أو حتى غصب عنّهم اتخانقوا قدّامنا، ممكن ساعات بتبقى مش قدّامنا، بس لو مش بيبيّنوا. مش صح؟ بيبيّنوا، لا، لا، لأ، إمم. مش بيرضوا خالص إن إحنا نتدخّل، إمم. بس ومش بيعرّفونا المشكلة، بس لو خلاص المشكلة حصل واتخانقوا قدّامنا، بعدها بييجوا يتصالحوا قدّامنا برضه عشان يبيّنوا لنا إنه لأ، البيت ده فيه حُب وفيه اهتمام. فده أثّر عليَّ أنا وأخواتي إنه حتى لو إحنا اتخانقنا، يعني أنا لو باتخانق مع أختي شوية أو كده ونخرب الدنيا أو أنا وأخويا، ما فيش إحنا أصلًا ممكن ما نتصالحش حتى، يعني مش لازم يحصل يعني مش لازم يحصل حوار ما بيننا عشان نتصالح. الزعل بيدوب. خلاص، خلاص، إمم. بنرجع نتكلّم عادي جدًا ونشوف بقى إحنا كُنّا بنقول إيه وبتاع، بس. فأنا يعني فعلًا يا ريت، يا ريت إنه الأهل يهتموا يعني بالفترة حتى اللي هي وهُم صغيرين وبتاعة المراهقة دي، عشان دي هي اللي بتخلّي الطفل بتأثّر عليه. ما يطلعش مجرم، ما يطلعش كذا، يعني كل المجرمين كل أي حاجة أي حد بيطلع حاجة وحشة في حياته بعدين، بيبقى كلّه من وهو صغير. إمم. بس دي كده. حقيقة. عايزة أشكرِك يا ياسمين. ميرسي إن أنتِ ميرسي جيتِ. ميرسي. ليكِ. لمّا أهالينا بتساعدنا في الpuzzle أكيد الصورة هتوضح أكتر، وهو ده اللي إحنا كنا بنحاول نوضّحه النهارده في puzzle.